النائب العام من قلب بيتي. انا بتهدد من المنتجه ليلى الشبح والعصابه بتاعتها بتوع شقق الدعاره ودلاب المخدرات والبلاوي السوداء. عصابه كبيره قوي بتهددني علني قدام المصريين كلهم. انا بطالب كل مصري شريف يشير الفيديو ده وهاشتاج للنائب العام، عشان انا معايا ملف اسود وبلاوي سودا مع العصابه دي كاملا. بتهدد علني يا فندم، بتهدد علني، تهديد علني، اللي هي بتقول مش هتسيبني. يعني معنى مش هتسيبني وبتقول اللي هي هتجيلي فين؟ بلاغ للنائب العام. ارجوك يا فندم، ارجوك يا فندم، كفايه كده، كفايه ان احنا نسيب العصابه دي تخرب البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى اخوات ومتابعين في الدنيا، متابعيني حكايات اليوتيوب، اهلا وسهلا بيكم. بحب ارحب بكل المشتركين عندي، اهلا وسهلا. يا رب ابقى ضيفه خفيفه عليكم، مش تقيله ابدا. اهلا بيكم، كل الشكر والمحبه والدعم ليكم. كل حد قلبه ابيض وحط لي تعليق انا بشكره، اخد من وقته واداني، انا بشكره جدا جدا. اهلا وسهلا بيكم. فضلا وليس امرا، انا طالبه منكم الدعم للقناه، اشتركوا، فعلوا الجرس يا اولاد، اوعوا تنسوا اللايك يا اولاد، ونبدا فيديو جديد ورياكت جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وزي كل مرة بندعو لكل المستضعفين في الأرض، بندعو لأهل غزة، اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم يا رب العالمين، فك الكرب عنهم يا رب العالمين، انصر المسلمين واحفظ بلدنا يا رب العالمين. النهاردة فيديو جديد ورياكت جديد يا جماعة، واستغاثة شاب مصري على ظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، هنزلهولك حالا، من مواطن مصري بيستغيث من ليلى الشبح، بيستغيث من ليلى الشبح. طيب يا جماعة، مين ليلى الشبح؟ هي أول ظهورها كانت متزوجة من رجل أعمال مصري، بدأت تظهر في كذا مجال. وطبعا ظهورها في القضية المشهورة، بنت اللي ظهرت في أقوال بنت حسني مبارك، الشهيرة مروة بنت حسني مبارك، ظهرت في أقوالها وقالت إن ليلى الشبح من العصابة اللي مشتركة في الفساد في مصر، وليها في كل شيء زي ما احنا عرفنا. وطبعا ليلى الشبح مافيا لوحدها، يعني ليلى الشبح معروفة بمجالاتها وظهورها في فيديوهات مع دينا مراجيح. سلمى الرحالة لما راحت ادت 3000 جنيه لدينا مراجيح اللي توفت، وادت لها 3000 جنيه وقالت لها ده من ليلى، ده ظهور ليلى الشبح. كمان ظهور ليلى الشبح مع عم احمد اللي توفى، ظهور ليلى الشبح مع الناس اللي توفت بيحط علامة استفهام عليها. وبالفيديوهات النهاردة بنشوف استغاثة شاب مصري من ليلى الشبح، وبيدعي ان عصابة ليلى الشبح بالتهديد وبلاغ للنائب العام باستغاثة هذا الشاب، استغاثة هذا الشاب من ليلى الشبح. وشهادة بيقول شهادة هذا الشاب بأنه هو بيتعرض للابتزاز والتهديد من ليلى الشبح، بيتعرض للابتزاز والتهديد من ليلى الشبح، وطالب الحماية من الشرطة المصرية ومن النائب العام المصري من عصابة ليلى الشبح، وبيدعي انها عصابة للدعارة والمخدرات والتهديد العلني لانها عصابة. بيدعي ان ليلى الشبح ذات عصابة ولها اعضاء وبتهدده، وطلع في فيديو علني هيطلع اهو، انا هنزل لك الفيديو، بيستغيث بالنائب العام المصري من ليلى الشبح استغاثة. شير للفيديو يا جماعة عشان نوصل استغاثته، لان طبعا هي حتى لو محبوسة فالناس بره تبعها، هي حتى لو محبوسة فالناس بره موجودة بتهدد الشاب ده. شير للفيديو، شير للفيديو، تهديد. وهو طالب هذا الشاب بالشهادة بأنه يشهد على ليلى الشبح وعصابتها بجميع أنواع التجارة المحرمة ليها
الشاب ده يا جماعة شاهد في القضية وعنده أدلة، وطلع يعلن قدام كل الناس انه بتهدد من ليلى الشبح وعصابتها. شير للفيديو عشان نوصل صوته، شير للفيديو عشان نوصل صوته للنائب العام المصري كشاهد ضد ليلى الشبح وعصابتها، ودليل مؤكد على اللي هم بيشتغلوا فيه، ودليل مؤكد على ان كلام مروة بنت حسني مبارك صحيح. شير للفيديو عشان نوصل استغاثة الشاب ما يتعملش فيه حاجة، وربنا سبحانه وتعالى يا رب يحفظه ويحميه. لايك للفيديو يا جماعة بعد إذنكم، نسجل استغاثة هذا الشاب. هتوحشوني جدا للفيديو الجاي. لايك للفيديو، شير للفيديو، اشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. هتوحشوني جدا. السلام. نائب العام من قلب بيتي، انا بتهدد من المنتجه ليلى الشبح والعصابه بتاعتها بتوع شقق الدعاره ودلاب المخدرات والبلاوي السوداء. عصابه كبيره قوي بتهددني علني قدام المصريين كلهم. انا بطالب كل مصري شريف يشير الفيديو ده وهاشتاج للنائب العام، عشان انا معايا ملف اسود وبلاوي سودا مع العصابه دي كاملا. بتهدد علني يا فندم، بتهدد علني، تهديد علني، اللي هي بتقول مش هتسيبني. يعني معنى مش هتسيبني وبتقول اللي هي هتجيلي فين؟ بلاغ للنائب العام، ارجوك يا فندم، ارجوك يا فندم، كفايه كده، كفايه ان احنا نسيب العصابه دي تخرب البلد.